السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تالتة، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي فين؟ في شابتر 3. يعني خلاص كلها مراجعة وتخلص مراجعات وتدخل على شابتر 4 وانتهت رحلتنا لهذا اليوم. جماعة عايزاكم تركزوا معايا في شابتر 3 علشان شابتر 3 مش تقيل ومش رخم وفي حاجات ايه حلوة. بس شابتر 3 هاري عليه النماذج الاسترشادية في 8 و9 وطبعا 7 معاهم، فأرجوك تتفرج على النماذج الاسترشادية من عندي معلش بقى، تمام، وتلمها مع المراجعات. وانا بإذن الله هعمل لكم فيديو ازاي تقدروا تلموا الدنيا ليالي الامتحان. مش هنرغي كتير، مش هنتكلم كتير، هندخل في الشرح بتاعنا. يلا بينا يا سنة تالتة، يلا. حلو قوي. خليك فاكر انك في مراجعة التنين عشان تجيب 60 من 60. طيب احنا بس هعمل لكم ريكاب كده بس سريع على شابتر 3. اوكي، بصوا بقى يا سنة تالتة، ايه الريكاب السريع اللي انت هتعملوه لنا يا ميس؟ هفكركم بشابتر 3. شابتر 3 كان بيتكلم مبدئيا عن الايكوليبريم، تمام. احنا كنا بنتكلم عن الايكوليبريم من حيث الفيزيكال ومن حيث الكيميكال. طبعا الفيزيكال اللي هي حركه الايه، الموشن، الحركه بتاعه الميه مثلا في الكتل، بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. احنا عندنا الفورورد لازم يوصل يبقى قد الباكورد علشان الكتل يفصل، صح؟ يبقى انت عشان عندك يحصل كيميكال ايكوليبريم، لو كنا بنتكلم على حركه الكتل او حركه الميه جوه كونتينر، لازم اللي طالع يبقى قد ايه اللي نازل، صح يا سنه ثالثه؟ دي الفيزيكال ايه، الفيزيكال بروبرتيز، تمام. وناخد بالنا ان هو نظام متغير، ان هو نظام ايه متغير، لكن بيبان لي ان هو ايه ثابت. طيب جميل قوي. بعد كده قررنا ان احنا ندخل على الجزء اللي هو الكيميكال رياكشن. ايه ميس الكيميكال رياكشن ده؟ الكيميكال رياكشن ده بيتكلم عن الكومبليت. ايه اللي هو الكومبليت؟ يعني الايكويشن بتاعتك خلصت. كومبليت يعني ريفرسبل، يعني رايح فورورد ما يقدرش يرجع لي تاني، يرجع لي ايه باكورد. رايح فورورد ما يقدرش يرجع تاني ايه باكورد. طيب تمام، يعني هنا ماشي في اتجاه واحد، ده معنى الكلام اللي انا بقوله. طيب انكمبليت ماشي كده، انكمبليت عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده، ماشي ان تو اوبوزيت، انتو اوبوزيت ايه؟ انتو اوبوزيت دايركشن. تاني، انتو اوبوزيت دايركشن، ماشي في اتجاهين. طيب ماشي فين؟ في اتجاهين، زي الفل. حلو قوي. بيقول لك كومبليت ده يعني خلص. وخلي بالك ما دام انت اثبتت الجمله اللي بالانجلش يعني اعملها كومبليت، هتنفي الكلمه الثانيه اللي هي بالكيمستري، هتقول عليها irreversible. هنا قلت incomplete فهقول ايه؟ reversible. طيب حلو قوي. بعد كده عندي هنا الايكويشن بيفهمني يعني ايه الفرق بين الكومبليت وايه الايه الفرق بين الانكومبليت. عندي هنا الصوديوم كلورايد وحطيت عليها سيلفر نيتريت، بوزيتيف ونيجاتيف وبوزيتيف ونيجاتيف، اللي جوه مع بعض واللي بره مع بعض، هيطلع لك ويمشي ايه فورورد اتجاه واحد. ايكويشن عاديه. ده كده ده معنى الكومبليت. الانكومبليت يعني رايح ويرجع ويلف ويرجع، واحنا شغالين في ايه يا عم الحاج؟ في دوامه، تمام. هو ده بقى مين؟ هو ده الانكمبليت. عندك مين؟ عندك هنا اسيد اهو، الاسيتيك اسيد، طبعا احنا اتنفخنا فيه في الاورجانيك. وعندي مين؟ وعندي الالكحول. حلو. هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي استر، وهيطلع عندي ايه؟ وهيطلع عندي ووتر. الووتر اول لما تشوف الاستر هترجع تاني اسيد، وهترجع ايه؟ وهترجع الكحول، ونفضل شغالين في دوامه يا عم الحاج لا تنتهي. وخد بالك ان الاستر احنا بنقسمها كده، بنعمل ايه؟ الووتر بتكون مقسومه لجزئين، OH وبتكون مقسومه ل H. زي ما احنا كنا بنروح ناخد، ركز معايا، زي ما احنا كنا بنروح ناخد من الاسيد الجزء اللي هو الكربوكسيليك، بناخد من الاسيد ال OH، وبناخد من الالكحول بناخد منه H. نفس اللي احنا هنعمله، هنرجع. لما هنيجي نرجع للاستر هنحط في جنب OH، فده هيبقى مين؟ جنب الاسيد. طب وفي الجنب التاني هنحط H، فده هيبقى الجنب التاني، ده هيبقى جنب الايه؟ الالكحول. اتفقنا؟
دي حته اورجانيك قلت امسي عليك في النص واقولها لك. تمام ماشي. بعد كده ده ايه؟ ده الكيميكال ايكوليبريم. ماشي. احنا بقى عايزين نتكلم عن السرعه ايه هي الكيميكال ايكوليبريم. خلينا دايما متفقين ان الرياكتنت لما بتنزل من فوق، ان الرياكتنت لما بينزل من فوق ده كده الرياكتنت. تمام. اللي بينزل من فوق دايما ده مين؟ الرياكتنت. واللي بيطلع من تحت بيتكون ده مين؟ ده البرودكت. يبقى انت عندك رياكتنت وعندك مين؟ وعندك برودكت ماشيين في ايه؟ في كيميكال ايكوليبريم لحد ما يتوازوا في خط ايه؟ واحد. طيب لما بيحصل الشكل اللي قدامك ده يبقى ده كده خلاص ايكويشن خلص. الرياكتنت كله نزل تحت، البرودكت كله اتكون يا سنه ثالثه وطلع فوق، الرياكتنت شبه مات، البرودكت كله ايه؟ اتكون. فده كده كومبليت رياكشن الريفرسبل. انما اللي فوق ده انكمبليت، ده هنا ايه؟ ريفرسبل. طب يا جماعه ماشي تمام. بعد كده عندي فاكتور افكتنج الكيميكال ايكوليبريم. ايه هما؟ عندي كونسنتريشن وتمبريتشر وبريشر. الكونسنتريشن اتكلمنا ان انا لما بزود الكونسنتريشن في الرياكتنت بمشي ايه؟ بمشي فورورد. طيب لو زودت الكونسنتريشن في البرودكت همشي ايه؟ همشي باكورد. ولف وعيد معانا القصه. نمشي الناحيه اللي بزود فيها بمشي عكسها، الناحيه اللي بزود فيها بمشي عكسها. انا كان عندي مين؟ عندي الكونسنتريشن وعندي التمبريتشر وعندي مين؟ البريشر. طب مين اللي قال العلاقه دي؟ عالم اسمه لي شاتيليه. ليه يا شاتيليه عملت فينا كده؟ بيقول لك هنا the effect of the concentration of the chemical equilibrium. بيقول لك ايه؟ لو انت عملت increase the reactant او decrease لمين يا اخ؟ ديكريز للبرودكت هنمشي ازاي؟ هنمشي شيفت فورورد. سوري فورورد مكتوبه غلط، فورورد. تمام. هنمشي ازاي؟ هنمشي فورورد. طيب لو انا هنا هعمل انكريز ذا كونسنتريشن، بص بقى هعمل ذا انكريز ذا كونسنتريشن اوف ذا برودكت وديكريزنج الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت، همشي ازاي؟ همشي باكورد. يعني انا لو زودت الباكورد، لو زودت قصدي البرودكت، لو زودت البرودكت اللي هناك همشي باكورد. طب لو انا في الرياكتنت زودته همشي ايه؟ همشي فورورد. طيب بعد كده هنتكلم عن مين؟ عن البريشر. البريشر يا جماعه بنقيسه من حيث ايه؟ النمبر اوف مولز. الناحيه اللي فيها نمبر اوف مول عالي بمشي عكسها. يعني انا هنا عندي ايه؟ 1 و3، انا هنا عندي 4 مول، فانا همشي كده ايه؟ فورورد. طب تمام. هنا عندي ايه؟ هنا عندي 1 مول وفي البرودكت عندي 1.5، يبقى انا هرجع ايه؟ باكورد. طيب تمام حلو قوي. طيب لو انا بقى صادف في مره ان انا عندي 2 همشي ازاي؟ فورورد ولا همشي باكورد؟ يا ترى همشي ازاي؟ قال لي دونت ايه؟ دونت افكت. تمام. وخدوا بالكم ان احنا عندنا بعد كده مين؟ البريشر. البريشر التمبريتشر عندك حاجتين، عندك اكزوثيرميك واندوثيرميك. طيب تعالوا هشرح لكم دلوقتي مين الاكزوثيرميك. هشرح لكم مين الاكزوثيرميك اهو. ده مين؟ ده الاكزوثيرميك. الاكزوثيرميك زي ما انا قلت لكم قبل كده ده الرياكتنت وده البرودكت. مين اللي نازل تحت؟ البرودكت. يبقى ده هيبقى ماشي ازاي؟ قال لي ده كده باكورد، ده كده ايه؟ باك وورد. صح يا ميس؟ ده كده ايه؟ باكورد. صح. يبقى ده مين؟ اكزو. الاكزو دي محطوطه فين؟ في البرودكت. مالها؟ بالنيجاتيف. طيب تمام. بعد كده عندنا الاكزو، ده الرياكتنت وده البرودكت. مين اللي بتبقى زياده؟ الرياكتنت. يعني ماشيه ازاي؟ يعني ماشيه فورورد. يعني هنا عندي ايه؟ اندوثيرميك، هتبقى دلتا اتش ايه؟ بوزيتيف. تمام حلو قوي. بعد كده بدأنا نتكلم عن ايه؟ عن الفاكتورز اللي بتأثر فين؟ في السبيد اوف ذا كيميكال ايه؟ رياكشن. اللي بتأثر فين؟ في السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن. حلو قوي. عندي النيتشر اوف ذا رياكتنت وعندي الكونسنتريشن والتمبريتشر والبريشر واللايت والكاتاليست. النيتشر اوف ذا رياكتنت طبيعة التفاعل بيكون نوع ايه؟ التايب اوف بوند، هل هو ايونيك او كوفيلنت؟ طيب حلو. بعد كده عندك حته السيرفيس اريا دي مبهدل الدنيا عليها بقى اسئله.
ازاي يا ميس؟ جايب لك الحته البلوك وجايب لك الحته الباودر، وبيقول لك مين هتدوب اسرع؟ اكيد الباودر، واللي عندها عدد من المولز اكتر هي اللي هتدوب بسرعه. تمام، يبقى انا عندي السيرفيس اريا مين؟ كل ما السيرفيس اريا بيعلى كل ما هتدوب اكتر. طب ازاي يعلى؟ هيبقى عالي عند مين؟ السيرفيس اريا بيبقى عالي قوي عند الباودر وبيبقى قليل قوي عند البلوك. تمام، فانت عايز تدوب حاجه بسرعه بيكون فيها باودر. طيب ماشي، هنا بقى الكونسنتريشن، الحاجه اللي فيها ارقام احنا تم شرحها قبل كده خلاص في فيديو لوحدها، دي انا شرحتها بس اهي. ده كده مين؟ اشرحها لكم تاني. هنا عندي بيقول لي بصوا يا شباب عشان ما حدش يتلخبط، الكي سي كبيره، الكي سي اكبر من 1، معنى كده ان هي الرياكتنت نزل والبرودكت اتكون. تمام، اهي الرسمه بتاعت دي، اهي الرسمه بتاعتها اهي. تمام، حلو، دي معناها ايه؟ ان الكي سي اكبر من 1. طيب لو الكي سي 1 اكبر منها، هنا بدات تدخل على على كيميكال ايكوليبريم. وخلي بالك ان الكي سي لو قلت البرودكت بيقل، الرياكتنت بتعلى. يعني الكي سي ماشيه دايركتلي بروبورشنال مع مين؟ مع البرودكت، وانفيرسلي بروبورشنال مع مين؟ مع الرياكتنت. طيب لو كي سي ايكوال 1 يبقى الكي سي خلاص بقت ايكوليبريم. دي مسائل ملناش دعوه بالمسائل عشان احنا شرحناها اوريدي قبل كده. الاكتيفيشن انرجي، نشرح الاكتيفيشن انرجي. بصوا بقى، انت دلوقتي عندك اكتيفيشن انرجي، انا وانت دلوقتي خلصنا الحمد لله امتحانات ورايحين مثلا الساحل مثلا، هنعدي على كارته، الكارته دي مثلا ب20 جنيه، انا معايا 25 جنيه، انما انت معاك 15 جنيه. يا نهار ابيض، مين فينا هيعدي ومين فينا مش هيعدي؟ انا اللي هعدي عشان انا معايا اعلى من الرقم اللي هو حاطه حد ادنى. يعني انا اللي هعدي صح، انت مش هتعدي. طيب ده كده الكارته دي اسمها اكتيفيشن انرجي. طب انا اسمي اكتيفيتد موليكيول، طب انت اسمك inactivated molecules. طيب هنا انا علشان بقى يساعدني التمبريتشر بيساعدني في ايه يا ولاد؟ التمبريتشر عشان يخليني اعدي، يخليك انت تعدي بقى، هيساعدك هنعلي درجه الحراره علشان انت تطلع لمين؟ للاكتيفيشن انرجي. هنعلي درجه الحراره ككل عشان انت تطلع فين؟ تطلع فوق ونمدك بحراره. يبقى انت هتتحول ازاي من inactivated لاكتيفيتد عشان زودت التمبريتشر؟ بالراحه، احنا دلوقتي معانا كده اهو، عشان لو انت اتلخبطت اهو، ده مين؟ ده الاكتيفيشن انرجي. حلو، انا دلوقتي عديت، انا كده هنا activated molecule، activation energy، انا هنا activated molecules. طب انت هنا inactivated molecules. تمام، انا عايزه اخليك تجيلي، هعمل هزود التمبريتشر، هخليك تخبط في بعض اكتر، تخبط كل ما انت هتخبط في بعض بسرعه وتحتك بسرعه اقوى، هتحتك ببعض، هتطلع بسرعه، التفاعل الكيميائي خلص. تمام، فانا كده هكون طلعتك. طيب في فرق بقى لو انا حطيت كاتاليست، لاني انا هنا انا هزود، انا هنا بعمل بعمل التمبريتشر. هنا دي كده مين؟ دي كده التمبريتشر اهي، بصوا كده، ده كده افكت اوف التمبريتشر. بنعمل في الكولاجين اللي هو التصادم. طيب لو انا بقى ده كده خلاص، احنا كده خلصنا التمبريتشر. يبقى التمبريتشر احنا بنعمل بنزود التصادم، يعني بقى انكريز بزود الحراره. طيب حلو قوي يا ميس. طيب لو انا بقى لعبت بالكاتاليست، ايه الدنيا في الكاتاليست؟ ركز معايا، الكاتاليست انا هعمل لك زي نفق، هقلل الاكتيفيشن انرجي. يبقى التمبريتشر احنا بنعلي الحراره، لكن الكاتاليست انت بتعمل نفق. الكاتاليست انت بتعمل انت بتعمل لي نفق.
تمام اهو. الكاتاليست بيديكريز الاكتيفيشن انرجي. يا ابني الايه يا كاتاليست؟ بيديكريز الاكتيفيشن انرجي. فطبيعي لما يديكريز الاكتيفيشن انرجي هيحصل ايه؟ قال هيحصل انكريز للاكتيفيتد موليكيولز وهيحصل انكريز للكولاجين بتوين ذا رياكتنت. تمام فاهمين يا اولاد؟ طيب ماشي. بعد كده دي بقى على نفس الانزيم بيقول لك هنا كل ما الاكتيفيشن انرجي عاليه الريت قليل، كل ما الاكتيفيشن انرجي بتقل الريت ايه؟ بيزيد. تمام. اللايت اللي جالك حته عليها اللي هي بتاعت الفوتوجرافيك فيلم، السيلفر بروميد، حته السيلفر بروميد لما خرجت سيلفر وخرجت ايه؟ بروميد، مهمه جدا برضو. هنا عندنا مين؟ الايونيك ايكوليبريم. الايونيك ايكوليبريم بتتمكن عندك في جزئين، ايه هما؟ النون الكتروليتيك والالكتروليتيك. النون الكتروليتيك كله على بعضه شاكب راكب، كل حاجه فيه اورجانيك. طب من الالكتروليتيك عندك بينقسم لحاجتين، حاجه ويك وحاجه ايه؟ وحاجه سترونج. تمام. هنا كده ده السترونج. يعني انا لو معايا 10 اتش سي ال هيخرجوا 10 اتش و10 سي ال زي الفل. يعني كله بيتفك عشان هو ايونيك بوند، سترونج اسيد سترونج بيز، كله هيتفك. تمام. طب لو انا عندي ويك هيتفك جزء منه. يعني لو عندي 10 اسيتيك اسيد هيتفك 2 وهيخرج 8 زي ما هم. هيتفك 2 ويخرج ايه؟ 8 زي ما هم عشان هو ويك اسيد. تمام. طيب وخلي بالك لازم تراجع عندك على الحاجات السترونج اسيد اللي هو مين؟ الاتش سي ال والهيدروجين سلفيت. خد بالك انت عندك حاجه اسمها الهيدروجين نيتريت، دي مكتوبه غلط. والسترونج الكالاين، مين السترونج الكالاين؟ البوتاسيوم هيدروكسيد والصوديوم هيدروكسيد والامونيا هيدروكسيد. تمام. ولازم تراجع لي على الويك اسيد اللي هو الاسيتيك اسيد والهيدروجين كربونات والهيدروجين سيانيد والويك الكالاينز، عشان الحته دي برضو سأل في جزء فيها. تمام. بس ده نفس الرغي اللي احنا راغينه. وهنا بقى ده التجربه اللي انا شرحتها قبل كده، ان البنزين اللمبه مش هتنور فيه. تمام. وان الووتر هتنور طبعا في الاتش سي ال، وهتنور ضوء خافت فين؟ في الاسيتيك اسيد. لكن هنا في الاتش سي ال هتنور جامد في الاتش سي ال، لكن كل ما اضيف على الاسيتيك اسيد تاني هتنور شويه. طيب بعد كده ده جزء ايه؟ المسائل. يلا بينا ندخل على جزء الايه؟ الحل. يلا. بيقول لي اول جزء، اول سؤال which of the following choice تمام doesn't، ناخد بالنا doesn't represent equilibrium system. doesn't يعني انا مش عايزاها equilibrium system، يعني مش عايزاها تروح وترجع، عايزاها ذهاب بلا عوده، يعني عايزاها forward. تمام. فبيقول لي هنا هنديزولف امونيا جاز. طب ما هي الامونيا اصلا انا قريتها فين؟ في الويك. لا، بيقول لي ريفرسبل. ما هو الريفرسبل ده يعني انكمبليت. لا برضو. سترونج هيتنج هيدرايد مع مين؟ مع الباريوم كلورايد. طب ما ده فعلا هي دي الاجابه. ده انا كده هنا بتكلم على حاجه كومبليت، يعني حاجه ماشيه فورورد. تاني انا هنا بتكلم ان انا عندي سترونج هيتنج اوف هيدريتد باريوم ايه؟ كلورايد سولت. يعني انا هنا ماشيه ايه؟ كده فورورد. اتفقنا؟ تمام. يلا بينا. بص بقى، انت عندك AB 2 salt of HCl. حلو. AB salt of HCl. تمام. عندي A volume 1 لتر and contain 1 مول. هنا عنده 1 لتر نفس الفوليوم، سيم فوليوم. ركز معايا، سيم فوليوم ماشي، ونفس الاسيد، بس في فرق ان انا حاطه هنا 1 مول، ثانيه، حاطه هنا 1 مول وحاطه هنا ايه؟ هاف ايه؟ هاف مول. هاف مول
ماشي، يبقى انا عندي 1 مول وعندي ايه هاف مول. طيب ماشي، بس الاتنين هنحط عليهم 16.25 جرام of zinc are added to each solution at the same temperature عند نفس التمبريتشر. اوكي، بيقول لك which of the following is the correct، ايه الاجابه الصحيحه؟ طيب بيقول لي هنا يا ترى هتبقى ايه the reaction of rate A faster. ماشي، هو faster فعلا. and the amount of the hydrogen produced greater. لا ثانية، خلي بالكوا بس افهموا، أنا هنا ثبت الأسيد والفوليوم والماس، بس غيرت عدد المول من ال A لل B. في حاجة واحدة بس اللي هتحصل، إن ال A هيخرج أسرع من ال B، لكن ستيل الاتنين نفس الحجم ونفس الوزن ونفس كل حاجة، بس A هيسبق مين؟ هيسبق B. تاني A هيسبق B، لكن الاتنين نفس الكتلة. طيب تعالى نقرا كده. The reaction of solution A is the faster، الكلام ده صح. and the amount of the hydrogen produced equal pass. الاتنين مالهم؟ الاتنين متساويين. اه يا بابا، تمام. طيب تعالى كده نقرا، بيقول لي بي هتبقى فاستر. بي فاستر؟ لا، فايه فعلا هي الفاستر. ليه؟ عشان عدد المول فيها اكبر. طيب تعالى نشوف في سؤال هنا تاني. لا مفيش سؤال هنا تاني، يلا بينا. بصوا بقى، معلش الجراف ما كانش مكتوب. بصوا بقى، احنا لسه شارحينها ماشي. ايه اللي انا شرحته هنا؟ انا شرحت لك ان هنا انت عندك الكي سي اكبر ايه؟ اكبر من 1. فده الجراف ده قبل ما احل، الجراف ده يدل على ان هي ايه؟ كومبليت. يعني ايه كومبليت؟ يعني الريفرسبل، يعني ماشيه فورورد. طيب ده كده ها، قال لي ده كده كي سي اكبر ايه؟ اقل من 1. قال لي يعني دي داخله على كيميكال ايكوليبريم. تمام، حلو قوي. ده هنا واي وده هنا ايه؟ وده هنا اكس. ماشي، فبيقول لك اكس متساوي؟ لا طبعا. الكي سي ايكوال 1؟ لا طبعا. طيب واي الكي سي ايكوال 1؟ لا طبعا. طيب الاكس الكي سي اكبر من 1 وماشيه فورورد؟ صح، ما هو كومبليت رياكشن. طب الواي؟ لا، الواي العكس يا باشا. الواي ايه؟ الواي الاجابه الايه؟ العكس. تمام ماشي كده، فهمتوا؟ يبقى هنا عندك اكس هي دي الاجابه الصح. طب دي ليه اجابه غلط؟ عكس لك، المفروض تبقى كده اهي كده. تمام ماشي، ده سؤال رقم 3. ماشي صح. رقم 4، بصوا بقى، ده السؤال اللي عيال اتلخبطت فيه كتير قوي. بيقول لي in the following equilibrium reaction عندي مين؟ عندي الكالسيوم هيدروكسيد. حلو جدا يا مس، زي الفل. هيطلع عندي مين؟ كالسيوم اوكسيد. وعندي ووتر. وخد بالك ان انت عندك سوليد وسوليد. السوليد هنا مش هيتاثر، مالناش دعوه بيه. ليه؟ لاني هزود وامشي. فانا هنا السوليد ده الوزاره قالت ان احنا مالناش دعوه بيه، يبقى احنا مالناش دعوه بيه. يا ميس ازاي مالناش دعوه بيه؟ تمام. بص بقى، which of the following choice led to increase in the mass of calcium oxide. انت عايز ايه؟ انا عايز ازود الكالسيوم اوكسيد. هو فين الكالسيوم اوكسيد؟ ده الكالسيوم اوكسيد. طب هو انت بتزوده ازاي؟ ايه الحل اللي انت هتزوده؟ ان انا اروح له، ان انا امشي كده. يعني ان انت تمشي فورورد، هو ده الحل الوحيد. طيب بقول لك اول واحد هتعمل ريديوسينج ذا ماس، هتقلل الماس. يعني انت هتروح تعمل لي ده، بقول لك انا عايزه ازوده، فانت رايح تعمل لي ريديوسينج، رايح تعمل لي ريدكشن عشان تقلله للنص. مستحيله. بيقول لي withdrawal يعني هسحب او هضيف. بص ليها ترجمتين، هسحب من ميه من هنا، تمام، ووتر فيبور من هنا، يا اما ازود الناحيه اللي هنا.
يعني ليها ترجمتين. withdrawal يعني هنقص من مين؟ من الكالسيوم هيدروكسيد. يعني ايه؟ يعني انا ما دام هنقص ميه من هنا، يعني معنى كده ان هو هيمشي ايه؟ هيمشي فورورد. يعني مين اللي هيزيد؟ الكالسيوم اوكسيد. ومين اللي هيزيد؟ برضو الووتر. يبقى انت ده ليها ترجمتين، يا هتنقص ميه من الكالسيوم هيدروكسيد، اما هتزود ميه هناك. ليها ترجمتين والترجمتين صح. تمام؟ الكلام ده صح. طب هعمل دبلنج، هتعمل دبلنج لايه؟ ما انت لو دبلت هنا هتدبل كله، ما انت اللي داخل قد اللي خارج. طب هعمل ادنج للووتر فيبور، ما انت لو عملت ادنج للووتر فيبور هتمشي باكورد، يعني هتنقصهم اصلا. فالاجابه هنا، الاجابه الوحيده هتبقى ايه؟ هتبقى بي. الاجابه هتبقى بي. تمام ماشي. بعد كده عندك سؤال 5 بيقول لك ايه؟ عندك امونيا. ماشي. امونيا is prepared is in industrial by Haber-Bosch. تاني، عندك امونيا is prepared in industrial by Haber-Bosch reaction according to equation. حلو. نيتروجين وهيدروجين وعندي مين؟ وعندي امونيا. اوكي. Which of the following graph represent the effect increase؟ ايه؟ particular pressure of ايه؟ of nitrogen gas. افهم بقى معايا بالراحه. احنا عايزين ايه؟ عايزين النيتروجين جاز يحصل فيه ايه؟ بيقول لي increase particular pressure، نزود النيتروجين. مبدئيا هنا بص كده، انت عندك النيتروجين هنا قل، فده لا. طب ده لا. يعني انت عندك يا ده يا ده، الاختيار بين مين؟ بين بي او دي. ليه؟ بيقول لي which of the following graph increase particular pressure of nitrogen؟ انا عايزه ازود مين؟ النيتروجين جاز. حلو. طب يا ميس انا دلوقتي لما هاجي هختار يا ترى بي ولا هختار دي؟ لا، ما انت لازم لما تيجي تختار حاجه ماشيه في الرياكتنت ذا سيم. انت بص هنا، ده الهيدروجين نزل كده، طب ما نفس الامونيا لازم تطلع له بنفس الحجم، ما ينفعش دي تنزل بطريقه وده يطلع بطريقه، هنا في اختلاف. طب بص هنا، النيتروجين نزل، الامونيا طلعت نفس الحاجه، والايه؟ والنيتروجين طلع. فده الجراف الوحيد اللي ايه؟ اللي صح. طيب تمام، فهمتوا؟ يبقى انا في الاول شطبت 2. تمام. بعد كده قعدت اقارن بين بي وبين دي. طيب حلو قوي. ماشي. سؤال 6 بيقول لك عندك ايه؟ all of the following can express system at equilibrium. كل اللي جاي equilibrium except، يا نهار ابيض، يعني كل اللي عندي ده equilibrium except، يعني احنا عايزين في 3 صح، واحده بس اللي ايه؟ اسئله. والله يا جماعه قاعده عماله بسرع معاكم بسرعه كده علشان ما تحسوش بحجم الفيديو، لكن انا والله العظيم ربنا يكون في عونكم بقى لما تشوفيني في المراجعات. ده انتوا ليلكوا بيضه، ليلكوا بيضه يا سنه ثالثه، ليلكوا بيضه. عندي هنا all the following can express system equilibrium state except saturated solution is springly soluble in water. تمام صح. تمام. بيقول لي the solution of the carbon dioxide in water in the closed container. في closed ايه؟ في closed container برضو صح. closed container. تمام. closed container يعني هتعمل equilibrium، وهنا dissolved in water ده في الميه عادي springly ايه؟ نفس الكلام equilibrium. طب الاسيتيك اسيد، طب ما هو الاسيتيك اسيد يعني بص، ما انت عندك الاسيتيك اسيد لما اتحطت على الكحول فضلت بتطلع استر ووتر. طب لو حتى فتحنا الكونتينر، لو حتى انت فاتح الكونتينر، هو كان حل واحد بس اللي ما بيخليهاش ماشيه ايه؟
ماشيه انكمبليت، ايه الحل؟ ان انت تضيف ميه نار. لكن لو انا فتحت الكونتينر مش هيحصل حاجه. اهو بص بيقول لك ايه، the dissolution acetic acid in water in open the container، برضه هتفضل يا حبيبي شغال. obtaining oxygen gas by decomposing الهيدروجين ايه؟ الهيدروجين بيرو اوكسيد، بيرو الجن او عقل الجن. بدأت اهيس بقى طبعا، خلاص كده بمسي عليكم بقى في ليالي الامتحان، مش هتشوفوني تاني. طبعا سامعاك بتقول لي يا ميس الله اعلم، لا باذن الله خير تفاعل، مش هتشوفوني تاني باذن الله. باذن الله على طول، دي اخر يوم يعني اخر ليالي كيمياء تذاكروها في حياتكم، غير بقى لو ذاكرتها في الجامعه يعني، فاهمني؟ تفائلوا. انا بدعي لكل طلابي وغير طلابي، بس بدعي لطلابي اكتر الصراحه، مش عارفه ليه، بس هم حبايب قلبي. The following reaction is at equilibrium. حلو جميل. انا عندي الايودايد كلورايد وعندي كلورين، هنا عندي دارك براون طلع يلو. when the container is placed Python hot water is the mixture turn a dark brown. Which of the following represent the type reaction؟ احنا عايزين نعرف هي اكزو ولا endothermic and the change that decrease density. العب اوبا and the change the decrease density of brown. معنى ان قال لك decrease density يبقى هي يا ولاد يبقى التمبريتشر هنا كده، التمبريتشر هنا بص كده فين؟ التمبريتشر في البرودكت. تاني التمبريتشر فين؟ التمبريتشر في البرودكت. حلو جدا جميل قوي. طيب معنى ان التمبريتشر في البرودكت يعني هي ايه؟ اكزوثيرم. تاني هو اللي قال لي and the change that decrease ايه؟ intensity of the brown ايه؟ the brown color. الكثافه بتاعتها تقل. ليه؟ عشان عندي هنا ايه؟ التمبريتشر فين؟ في البرودكت. تمام. طيب انا لو ماشيه التمبريتشر كده وهرجع كده وارجع كده، يعني انت هترجعي باكورد، يعني هترجعي بالهيتنج. طيب ما انا دلوقتي اكزوثيرميك، اندوثيرميك غلط، اندوثيرميك غلط. طب انت عايز تعرف ايه بقى؟ قال لي and the change ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل يا ترى؟ هنديكريزنج الفيزل فوليوم ولا ديكريز البريشر؟ انا ماليش دعوه بالبريشر، انا ماليش دعوه بالبريشر. اللي انا بلعب فيه لما بقول لك انا بمشي هنا فورورد او باكورد، يبقى ايه اللي بيقل؟ الفوليوم، واللي بيزيد الفوليوم. تاني ايه اللي بيحصل لو انا ماشيه كده اهو؟ تاني قال لك ايه؟ قال لك and the change that decrease the intensity براون كولر. انا استنتجت ان دي مين؟ ايوه يا ميس دي اكزوثيرميك. معنى كده ان الحراره محطوطه فين؟ في البرودكت. برافو عليك 100. ماشي. طب معنى كده احنا هنديكريزنج البريشر، انا مالي بالبريشر، انا هديكريزنج الفيزل ايه؟ الفيزل فوليوم. ماشي تمام يا شباب زي الفل. ماشي حلو قوي. طبعا الاسئله دي بتكتر علشان انا قصدي اقول لك ايه الحاجات اللي متكرره. طيب سؤال 8 which of the following reaction represent equilibrium؟ هيفضل equilibrium حتى لو انا in an open container. مين؟ معروفه جدا خدناها وكان من اشهر الايكويشن الايرن 3 كلورايد والامونيا سايونيت. ميس ده كان هنا كان عندي ايه؟ قال لي كان عندي باول يلو، كان بيطلع ايه؟ بلاد ريد كلر، او بيقول لك which of the following reaction represent equilibrium in open the container؟ مين؟ الايرن 3 كلورايد والامونيا سايونيت. تمام بس لازم الاثنين
الاتنين لازم يكونوا ايه؟ اكوس. يعني ايه اكوس يا ميس؟ يعني ضيف عليهم ميه، اضيف على ده ميه بعد كده احطهم على بعض، لازم اخففهم بايه؟ بميه. طيب الحته دي ما كانتش بتتسال قبل كده في الامتحانات، فكون ان هو جايب لك الفوتوجرافيك فيلم فده يدل ان دل على شيء ان هو حرفيا جايب لك الحاجه اللي بين السطور، الحاجات اللي انتوا اصلا ما بتركزوش عليها هو جايبها، فنركز واحنا بنراجع. طيب when a light flow photographic film، حلو يا ميس. which of the following describe the chemical change؟ ماشي، احنا عندنا مين؟ السيلفر والبروميد. يا ترى البروميد هو اللي بيجن؟ لا. اللي بيجن السيلفر؟ لا طبعا. السيلفر ايون بنجين الكترون من البروميد ايون. ما هي ولا ما هي سيلفر بروميد اهو، اطلع عندك سيلفر زائد ايه؟ بروميد. which of the following describe the change that occurs؟ دي غلط. طب السيلفر هتعمل اوكسيدايز للسيلفر ايون، البروميد هتعمل ريديوز. احنا عايزين ايه؟ السيلفر اللي هتجين مين؟ البروميد. تمام ماشي، ركز معايا علشان خلاص هانت. ماشي، بص بقى بيقول لك ايه؟ which of the following express the effect heat on system equilibrium؟ ايه اللي بيحصل؟ قبل ما اتكلم، انت عندك الكيسي، عندك الكيسي مالها؟ قال لي في علاقة directly proportional. طيب في علاقة directly proportional مع مين؟ مع الاندو. تمام حلو. والكيسي في علاقة inversely proportional مع مين؟ مع الاكزو. ماشي تمام حلو قوي جميل. وايه تاني؟ كملي بقى يا ميس قرايه. which of the following express the effect heat of the system؟ بيقول لي lowering the temperature هيحصل reduce. يعني هنا قصده يقول لك ان ده ماشي مع ده، ان الكي سي ماشيه دايركت بروبورشنال مع مين؟ مع الاكزوثيرميك. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط مستحيل. طيب هنا rising the temperature increase وده لا برضه غلط. بيقولي lowering the temperature هو هيحصل reduce للكي سي في الاندوثيرميك. ايوه هنا الكي سي ماشيه ايه؟ دايركتلي بروبورشنال اهو، ده ماشي دايركتلي بروبورشنال مع ده. lowering التمبريتشر هيحصل ايه؟ reduce للكي سي ومع مين؟ اندوثيرم. الاثنين دول ماشيين ايه؟ دايركتلي بروبورشنال مع بعض. طيب السؤال ده خارج الصندوق جدا لدرجه ان انتوا اول ما شفتوه قلتوا يا نهار ابيض ايه السؤال اللي مش في المنهج ده؟ انت عندك 3 في المنهج، الرابع انا مش جايباه من المنهج، فهتبقى الاجابه ايه؟ اللي مش من المنهج. بص بقى بيقول لك all the following have the degree dissociation except، عندهم degree of dissociation except ده strong acid، الصوديوم هيدروكسيد strong base، النيتريك اسيد strong acid، البوريك اسيد weak acid. يبقى نكتب هنا ده ايه؟ ده strong acid. تمام ده strong base. طب ده strong ايه؟ strong acid. طيب ده قال لي weak، فهي هتبقى دي. قال لي all the following has the degree، كلهم عندهم degree في dissociation except
مين؟ الويك اسيد مبقاش ليها ديجري في الديسوسيشن. طيب حلو قوي. قربنا نخلص يا سنة تالتة. طيب عندي تيوب A and B each contain equal mass A و B، الاتنين equal mass of an active metal the same acid، وعندهم the same acid. if the reaction in the tube B ended shorter. بص انا قلت لك ايه؟ equal mass equal acid، نفس الماس نفس الاسيد. بس البي خلص بسرعه. تترجمها كده ان البي التمبريتشر بتاعه اعلى، الحراره. زي انا اديتك فرخه واديت اخوك فرخه، تمام؟ حلو. خليت اخوك يروح يسخنها مثلا عند درجه حراره مثلا 50، وانت سخنتها عند 100. مين هياكل اسرع؟ اكيد انت، صح؟ نفس الكلام، هو نفس الحجم ونفس الاسيد ونفس كل حاجه، بس هو بيقول لي بي خلص بسرعه. طب ليه؟ اكيد التمبريتشر بتاعه اعلى. بيقول لي هنا division of the metal A in the tube، لا طبعا. adding the catalyst، انا ضفت كاتاليست على ايه؟ اذا كان بقول لك ايه ابطا ضفت كاتاليست عليه، نهار ابيض. increase التمبريتشر the tube B. طبعا التمبريتشر زاد عند مين؟ عند بي. adding water في البي، لا ما ضفتش ووتر. طيب السؤال ده 13 بقى، ده جميل جميل جميل، وانا نبهتك وانا بشرح. تعالى ولا تعالى. بيقول لك for solution have the same concentration. بص بقى كده، بص يا حبيبي، كل شويه يعني من كتر حبي في الهايلايت خلاص بقى. بص استنى بقى كده، هنرسم كده، هنرسم كده. عندك هنا 1، بص فاكر لما انا كنت بشرح لك اقول لك انت عندك هنا سترونج اسيد، وهنا عندك ايه؟ ويك اسيد، برضو. وهنا نيوتراليزيشن اللي هو رقم 7، يعني ده كان 6 وده كان 1. نيوتراليزيشن صح. وده كان كام؟ ده كان 8. ده كان ويك بيز. طب ده سترونج بيز. حلو قوي زي الفل. احنا عايزين ترتبيهم بنفس الترتيب اللي انا حاطاه. for the solution have the concentration. مين اقوى واحد؟ مين اقوى اسيد؟ اهو ال HCl، يبقى 4. قصدي هنا ده اهو HCl رقم 1. HCl اعلى واحد، يبقى مين؟ ال HCl. سوري، يبقى هنا هنحط مين؟ هنا هنحط ال HCl. طيب مين اللي بعديه؟ عايزين ويك اسيد، الاسيتيك اسيد اهو. هنا ده الحته دي الاسيتيك اسيد رقم 3. ماشي. بعد كده ويك بيز. مين الويك بيز؟ الامونيا هيدروكسيد. ارجع احفظهم. ماشي. طب مين السترونج بيز؟ الصوديوم هيدروكسيد او الكوستيك صودا. تاني هنا قلنا 4، تمام. بعد كده ايه؟ 2. حلو. 1 3 4 2. ماشي، ده اول اجابه اهي. 1 3 4 2. ماشي. فهمت ازاي؟ السؤال ده جميل طبعا. انتوا شايفين ان انا شايفه كل الاسئله جميله، شوفوها زي ما انا بشوفها، عشان ما عندكش حل تاني يا حبيبي. يعني حب الحاجه، حبها، حب الكيمياء.
which of the following reaction faster. شفتوا مش قلت لكم هو هاري الدنيا بحته فاستر دي؟ السؤال ده جاي باذن الله، حاجه زي دي زي دي جايه باذن الله. تمام. انا اول حاجه هنا لازم اشوف مين القطعه ومين الباودر. تمام يا ولاد؟ تمام يا ميس؟ تمام. هنا بقى قال لي حاجه تانية، قال انا معايا 10 جرام ومعايا 5 جرام، يبقى انا همشي ايه؟ الكميه الكبيره. مشي الكميه الكبيره. طيب معايا 5 جرام و5 جرام، بس دي ريبون ودي باودر. هتختاري مين يا حبيبه قلبي؟ هتختاري الباودر. هتختار مين؟ هختار الباودر طبعا. تاني، يبقى انا دلوقتي عندي 10 و5، مين هيخلص بسرعه؟ اكيد اكيد الحجم الاقل، ال5. اخترت ال5 اهو، مشيت 10 و10، يبقى عندي 5 و5. ابتدي اروح اصفي من ناحيه تانية، ده ريبون وده باودر، هختار الباودر. فاهمين؟ بس طب يا ميس ما دي هنا 50 مللي ودي 25 مللي، بس دي ريبون ودي باودر. خليك مركز في الحته دي، وناخد بالنا ان هنا ده 0.1 وده 0.2، وعدد المولز هنا اكتر كمان. تمام يا ولاد؟ السؤال كام ده؟ 14. يبقى احنا صح، احنا في 15. طيب حلو قوي. بيقول لك solution X has the hydrogen concentrated H. انت معاك الكونسنتريتد اتش. احنا دلوقتي عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب اكس. اول حاجه ما دام معاك الايه؟ الاتش، هتعمل ايه؟ عايز تجيب البي اتش. نيجاتيف لوج 1.0 تايمز 10 بار نيجاتيف كام؟ بار نيجاتيف 9 ايكوال. هتديك كام؟ البي اتش هتديك 9. طب احنا عايزين نعرف البي او اتش بكام؟ 14 ماينس 9 هتديني كام؟ 5. طيب حلو. يبقى انا معايا البي اتش، الفاليو بتاعها بصوا كده اهو، الفاليو بتاعها البي اتش الفاليو بتاعها مش ب5. الفاليو بتاعها مش ب5، يبقى دي غلط. الفاليو بتاعها اهو اهو، الفاليو بتاعها مش ب5. تمام. طب البي او اتش ب9؟ لا برضو. طب هي اسيد؟ لا هي مش اسيد، هي بيز، عشان هي طلعت ب9 من بعد 7 بتبقى بيز. هي اصلا السوليوشن بيز، فدي غلط. البي اتش الفاليو بتاعتها بكام؟ ب9. هي بس هي ايه؟ هي بيز عشان هي بايه؟ ب9. تمام حلو قوي. ماشي، ركزوا معايا عشان في مفاجأة. آخر سؤال. والله بيقول لي two solution A و B have the same volume. have the same ايه؟ the same volume and internal عندي symbol A weak acid و symbol B weak base. ماشي. بس assemble are dilute adding كام؟ 100 ملي من الديستلد ووتر. انا هضيف عليهم ايه؟ 100 ملي منين؟ من الديستلد ووتر. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي هضيف ايه؟ بص كده ركز معايا، هضيف 100 ملي من الديستلد ووتر، وناخد بالنا ان ده هنا اسيد وان ده هنا ايه؟ بيز. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ طيب ما هو معنى ان انا هضيف ووتر على اسيد، فالاتش هت ايه؟ الاتش هتقل، يعني البي اتش هيحصل فيه ايه؟ هيزيد. طب تحت هنا عندك بيز، العكس العكس الاتش هتزيد، يعني البي اتش هت ايه؟ هتقل. صح ولا لا؟ استنى عشان الحته دي شكلها مش حلو. الحته دي اهو هنا
الاتش هت ايه؟ اتش هتزيد، يعني البي اتش هت ايه؟ هتقل. البي اتش هتقل. اول واحده الاتش ايه؟ انا ضفت عليها ميه على الاسيد، فالاتش ايه؟ قلت، فالبي اتش زادت. فانت لازم تجيب لي في ايه ان البي اتش انكريز. هنا البي اتش ديكريز، لا. البي اتش ديكريز، لا. طب البي اتش هتزيد فين؟ في الاتنين، لا. البي اتش هتنكريز في الاي، والبي اتش هتديكريز فين؟ في البي. دي الاجابه الصحيحه. دي الاجابه الايه؟ الصحيحه. ثانيه كده. ذا اند. ذا اند ايه؟ ذا اند شابتر 3. خلصنا شابتر 3 يا سنه ثالثه. كده متبقي لك بارت واحد معايا وننهي الجدال على كده، وكون انتهت مراجعتنا الليالي الامتحان. هتوحشوني يا دكاترة، هتوحشوني يا باشمهندسين. بجد انا مكنتش متخيله ان انا ممكن اللقاء او الوداع بتاعي يبقى عامل كده، علشان انا بجد اكتر من اكتر الدفعات اللي كنت قريبه جدا منها. كنت عارفه قد ايه كنت قريبه منكم كلكم. قربنا من بعض وخرجنا وعملنا حاجات كتير. اتمنى ان انتوا تفضلوا فاكريني بالحاجات الكويسه، بس لسه فاضل لنا بارت كمان. كملوا معايا ببارت ايه؟ بارت 4 عشان تجيب 60 من 60 مراجعه التنين.